سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في قصة جديدة. وكما العادة ما تنسوش اللي شاف الفيديو ضروري انه يخلي شي لايك وشي تعليق، واللي مازال ما مشترك في القناة ينزل دابا يشترك. المهم الاخوان بلا ما نطول عليكم، اليوم جبت لكم واحد القصة واعرة وقصة اللي واقعية ديال واحد البنت اللي تعينات معلمة في واحد العروبية، واللي غتمشي لتما غتعيش اكفس ايام في حياتها. المهم الاخوان بلا ما نحرق لكم الاحداث ديال القصه، ما تنساوش قوانين الاستماع، جلسوا في شي بلاصه هادئه وديروا الكيت وطفيوا الضوء ونبداو القصه على بركه الله. مشينا. سميتي سلوى، وقصتي غادي تبدا ملي جاني التعيين باش نمشي نقري في واحد الدوار في النواحي اسفي، ولا بغيت نقول الطريق اسفي. كانت هذيك اول تجربه ليا في التعليم وكنت فرحانة بزاف، خصوصا ان دارنا ما فحالهمش وكنت ناوية نهزهم ونعاونهم. قبل ما نمشي تجمعت مع البنات صحاباتي، طلبوا مني باش يباتوا معايا حيت غادي نمشي وما غيعاودوش يشوفوني. هذاك الشيء اللي كان. تعشينا وبقينا مجمعين في البيت. واحدة من هادوك البنات صحاباتي قالت لي الصراحة انا قلبي هار من هذيك البلاصة وما بغيتكش تمشي ليها. قلت لها علاش، شنو السبب؟ قالت لي راه كيطراو تماك بزاف ديال الحوايج اللي خايبين وكيخلعوا. قلت لها هذيك غير هضره زايده ديال الناس. قالت لي لا، ما كاين لا هضره لا والو، راه واحد البنت يلاه انتحرت تماك مؤخرا، وحتى شي واحد ما عرف السبب علاش انتحرات. كيقولوا بلي هذاك الدوار عامر بالجن. قلت لها الصراحه انا باغي نخدم على راسي وما كنامنش بهذاك الشيء، خاويه دماغي منه. سولوني فوقاش غنمشي، قلت لهم الغد ليه. قالوا لي ولكن انت باقا لك الوقت باش تبدي تقري. قلت لهم بغيت نمشي بكري زعما باش نلقى شي دار نسكن فيها، وفي نفس الوقت نتعرف على الناس ديال هذاك الدوار ونشوف حتى المدرسة اللي غنقري فيها. وهذاك الشيء اللي كان. الغد ليه فاقت وقديت حوايجي وجدت راسي باش نمشي. كتكون القضية صعيبة باش كتفرق على داركم، ولكن ما كانش عندي البديل. توادعت معاهم وشديت الطريق وانا متحمسة وكنفكر شنو كيستناني في هذاك الدوار، حيت كانت عاجباني الخدمة اللي غادي ندير. وكل ما كانت عاجبك خدمتك كل ما كتحمس كتر. مورا ما وصلت وحطني الكار بقيت كنشوف هذاك الدوار من البعيد وتميت غادي لجهتو. جرى الباليزة ديالي حتى وقف عليا واحد الراجل ما عرفتو مين خرج ليا، بقى غير كيشوف فيا حتى درت انا المبادرة وسولتو وقلت له انا راه معلمة هنايا جديد في هاد الدوار وكنقلب على شي دار الكرا، اذا كتعرف شي واحد يقدر يكري ليا قول لي عافاك. خدا وقت عاد جاوبني، قال لي بصراحة ما عرفتش ولكن نقدر نعاونك، انا غنبدا نقلب ليك. واش دابا ما عندكش فين تسكني؟ جاوبتو وقلت له لا، هذاك الشيء علاش جيت بكري، على اساس غنلقى شي دار قبل ما توصل للوقيته اللي غنبدا فيها الخدمه. قال لي اصلا الدوار ديالنا معروف بالضيافه، وانا غنديك عند واحد المراه فيما كتجي شي معلمه جديده كتستقبلها عندها، بيد من ما تلقى السكنه ديالك وديك الساعه سيري في حالك. فرحت بزاف وقلت له الله يرحم لك الوالدين. تم غادي قدامي وانا تبعه من اللور وجرب باليستي. شاني هذاك الراجل في شكل التعامل ديالو كيفاش كيشوف فيا. اللي لاحظتو غريب عاود تاني هو انني ما تلاقيت حتى بشي واحد اخر، بقيت مستغربة حتى وصلنا لهاديك الدار. يلا حطيت رجلي قدامها، حسيت بقلبي تزير عليا والغمة هبطت عليا. كنت باغي غير نمشي من تما. دق وتحل الباب وهي تبان ليا واحد المرأة. يلا هزيت عيني فيها وهي تشدني التبوريشة. المرأة كانت في شكل عينيها مخرجاهم فيا ووجهها كان صفر تقول ما فيهش نقطة ديال الدم. انا ملي حاولت نشوف شوفاتها كانوا قاصحين وما كيبشروش بالخير. الصراحة كانت كتخلع. تلفتت عند هذاك خونا اللي كان معايا وقلت ليه شنو بغيتي؟ شاف فيا وقال ليها
هادي راه المعلمة الجديدة، يلاها وصلت للدوار اليوم وما عندهاش فين تبقى. قلت نجيبها تبقى معاك واحد 3 ايام ولا 4 ايام، بيد منها لقاوها شي دار اللي تستقر فيها. تبدلات نبرة الصوت ديالها وشافت فيا وقالت لي مرحبا بك يا بنتي. قلت لها بارك الله فيك، شكرا بزاف. سولاتني على سميتي، قلت لها سلوى، اما هي كانت سميتها خدوج. دخلت مع الباب كنشوف هذيك الدار وكاع القناة ديالها، ما غندور راسي بانت ليا كتعطي لهذاك الراجل الفلوس وكتضحك معاه. انا بقيت مستغربه وما فهمت والو، وقلت مع راسي علاش غتعطيه الفلوس؟ في الاخر قلت واقيلا كيستلهم لا. المهم بقيت واقفه كنستنى حتى دخلت لعندي. قلت لي اجي معايا نوريك البيت اللي غتجلسي فيه وتحط حوايجك، بيد منها توجد لك الدار. طلعت لهداك البيت وانا كنشكرها وكنقول لها الله يرحم لك الوالدين. هذاك البيت كان في شكل كيبان عادي، فيه ناموسية وماريو ومقاد، ولكن قلبي مرتاحش نهائيا. غير حطيت رجلي فيه قلبي زاد دق عليا. بديت كنحط في حوايجي وكنقاد فيهم. قلت لي انا غنبدل لك لي زار ديال الناموسية والغشا ديال المخدة. انا غير ساكتة وكنشكر فيها حيت كنت حشمانة منها الصراحة. المهم مشات جابت هذاك الشيء وبدينا كنفرشوه، وقالت لي الصراحة راك جيتي في الوقت المناسب. قلت لي علاش شنو كاين؟ قالت لي في هاد اليومين اللي جايين غيكون واحد العرس في هاد الدوار، وحتى انتي غادي تحضري ليه باش نيت تعرف على الناس ديال الدوار. قلت ليها مزيان، نيت كيعجبوني العراسات وبغيت نشوف التقاليد ديال هاد الدوار. المهم بقينا كندويو شويه وانا نسولها وقلت ليها ملي كنا جايين ما بان ليا حتى شي واحد في هاد الدوار، فينا هما ناسو؟ جاتني غريبه ما نشوف لا راجل لا مرا خارجين. قلت لي في الصراحه هنايا ما كيخرجوش الناس بزاف، كل واحد شاد تيقارو في دارو، ولكن دابا مع العرس غتشوفي الناس كاملين وغتصادفي معاهم. وصل الليل وجبت لي العشاء، تعشيت وتكيت وباغا نعس حتى كنت عيان الصراحه في الطريق شويه حتى كيتقطع الضو. قلت ليها واش الضو تقطع ولا شنو؟ قالت لي الضو كيكون عندنا غير في النهار وفي الليل كيقطعوه. اذا كنتي باغي تشارجي تليفونك ولا شي حاجه شارجيه من الاحسن في النهار. قلت ليه حيت دي شارجا لي التليفون وكنت باغي غير ندوي مع الوالده. عطاتني واحد التليفون باش ندوي مع الوالده. دويت مع الوالده اللي كانت مخلوعه عليا، طمنتها وقلت لها راني وصلت بخير وراني مستقره مع واحد المراه. صافي رجعت لها ومشيت باش نعس، وانا ناعسه ضربتني الفيقه في نص الليل، عينيا جاوني شان على السقف. بقيت كنشوف وكنتامل فيه حتى بان ليا واحد الوجه كحل كيشوف فيا، كانوا عينيه خارجين، كانوا يديه واصلين حتى لعنقي ومزير عليا وباغي يخنقني. انا باغي نغوت ولكن صوتي ما كيتسمعش، كنحس بالعروق ديال عنقي غادي يخرجوا. كنحاول نتحرك ولكن وليت بحال شي خشبه حتى تطلق صوتي وغوت على حرج هادي. دخلت عليا هذيك خدوج وملي شفت في السقف ما لقيتش هذاك الوجه، نوضت عرقانه وكل كنترعد. سولاتني مالي، قلت لها راه شي واحد كان معايا في البيت. قالت لي كيفاش شي حد؟ راه ما كاين حتى شي واحد معاك. قلت لها راه ما كنتش كنحلم، انا كنقول لك شفت شي حد في السقف كيشوف فيا وحاضيني. قالت لي واش كحل؟ قلت لها هو هذاك كحل. قالت لي هذاك غير بغطاط، يقدر يجي لاي واحد. شحال من بنت باتت عندي هنا في هذا البيت وكيجيها، حيت كتكون بدلتي البلاصه ما ديريش في بالك. شافتني كنترعد قالت لي انا غنمشي نجيب لك شي كاس ديال الحليب. قلت لها لا راه ما كنشربوش. قالت لي لا غتشربيه. الهضره ديالها والتفسير اللي عطاتني ما دخلش ليا لراسي. مشات جابت لي الحليب ونزلت عليه، مع شربتو انا نتكالما وداني النعاس.
ولكن ملي فقت كنلقى الليل مازال. كنتصدم وكنقول كيفاش الليل مازال. كنحس براسي نعست ليلة طويلة، شحال من ساعة دازت وباقي موصل النهار. خرجت من هذاك البيت، ملي مشيت لعندها كنلقاها واقفة، ولكن الحاجة اللي جاتنا غريبة هو انها معاها بزاف ديال العيالات. هادوك العيالات دايرين بيها وكانوا كاملين لابسين الابيض. سولتها وقلت لها شحال في الساعة دابا؟ قالت لي دابا 9 ديال الليل. تماك كنتصدم عاوتاني، قلت لها لا ميمكنش، كيفاش 9 ديال الليل وانا نعست البارح حتى ل10؟ واش ما فقتش النهار كامل ولا شنو؟ قالت لي جيت وبغيت نفيقك، ولكن انتي كنت عيانة بزاف وقلتي لي خليني نرتاح. كنت باغاك تمشي تشوف غير المدرسة، ولكن خليتك في راحتك. قلت لها لا ميمكنش، انا اصلا نعاسي خفيف. قلت لي وهادشي اللي كاين. قلت لي المهم هادو هما النسا ديال الدوار. عرفتني عليهم وحده بوحده. انا كنشوف فيهم كانوا وجوههم شاحبين وكيشبهوا بزاف الخدوج. قلت لي استني انا غنحط العشاء. قلت لها لا ما فيا ما ياكل. طلعت سديت عليا البيت ولكن ما سورتوش، وانا متاكده من هاد القضيه ومازال غنرجعوا ليها. قلت هاد الليله ما غاداش نعس. هزيت واحد الكتاب وبديت كنقرا فيه، وما عرفت كيفاش اعتدتني عيني وعاودت نعست عادي، ما حلمت بوالو ما شفت والو. ولكن ملي فقت كنلقى الليل عاوتاني. ما نكدبش عليكم كنت غادي نحماق. كنقول كيفاش كنعس وكنفيق وكنلقى الظلام باقي. ملي بغيت نحل الباب ونخرج كنلقاه مسورت. كندق وكنفرع في الباب وكنقول ليها حل عليا، هادشي راه ميمكنش. كنسمع حدا الباب كتقول ليا راني ما سداش عليك، راه انتي اللي سد عليك من الداخل. وكنتفاجئ باللي فعلا باللي الباب مسدود من الداخل، واخا انا متاكده باللي راني ما سديتوش. حليتو وخرجت لعندها وقلت ليها شنو هاد التخربق كيوقع؟ قلت لي علاش كتخوتي شنو واقع؟ قلت لها ما يمكنش انا غنبقى ناعسه الليل كامل وما كنفيقش في النهار. كنعس في الليل كنفيق حتى الغد ليه في الليل. قلت لها على الاقل اجي فيقيني. قلت لي راه كنعيا ما نجي نفيقك وانتي كتجري عليا وكتقولي لي خليني نعس راني عيانه. قلت لها انا يومين وانا هنا، جيت باغيه نشوف المدرسه اللي غنقري فيها، باغيه نتعرف على الناس ديال هاد الدوار، ولكن حتى لدابا راني ما شفت والو من هاد الشيء. انا هاد الدوار راه بدا كيدخل ليا الشك. قالت لي اذا كنتي باغا تشوفي المدرسه نديك تشوفيها دابا. قلت لها ولكن دابا الليل. قالت لي واذا كان الليل غنهزو اللامبات وغنمشيو وغنضويو بيهم. انا كنت معصبه وطلع ليا الدم. المهم هزينا هذوك اللامبات ديال الغاز ومشينا لجهه المدرسه. تخيلوا معانا انا غادا في الطريق وكنتخيل فحال اللي شي واحد تابعني. كل شويه كندور وكنتلفت ولكن ما كنلقى والو. ما كنحسش براسي غادي غير انا وياها، وحتى هي كانت كدور وكتلفت بحال الا كانت كتشوف شي واحد وكدير له شي اشاره. حسيت بالخوف. المهم وصلنا لهاديك المدرسه. جبدات سوارت وقالت لي انا غنحلها وغنخليك تدخلي. قالت لي راه عندي السوارت حيت انا تقريبا اللي مكلفه بهاد الدوار كامل. قلت لي علاش ما غتدخليش معايا؟ قالت لي انا غنمشي نشوف واحد الارض قريبه هنا ديالي، انت غير دخلي واكتشفي على خاطرك. ويا ريتني ما دخلتش، حيت هذاك الشيء اللي غنشوف ما غيستوعبوش العقل ديالي وما غيدخلش ليا راسي، واي واحد غيسمعو يقدر يشك بلي هادشي غير كذوب. ولكن كنقسم لكم بالله بلي هادشي راه بصح. دخلت للقسم اللي بان ليا قدامي، لقيت فيه الطاولات والسبوره، والمهم هذاك الشيء كيبان نقي وزوين، واخا كان ظلام وهذيك اللامبه د الغاز ما كتضويش مزيان. مع دورت وجهي باغي نخرج من القسم حتى كنسمع الصوت ديال بزاف ديال الدراري الصغار كانوا كيهضروا وكيضحكوا. قلبي ولا كيضرب بالجهد، حسيت باه غادي يخرج من بلاصتو. كنحس بالقسم عامر بالتلامذ بحال الا كنقريهم. دورت وجهي لجهتهم حتى كيبانوا ليا جالسين بزاف ديال الدراري الصغار،
وكانت الهيئة ديالهم في شكل ماشي طبيعية. ملي من جاو الله اعلم كانوا لابسين الحوايج ديال المدرسة، كيضحكوا بواحد الطريقة اللي خبيثة. وملي بقيت كنشوف فيهم بداو كيدوروا في راسهم كيضرب الزربة. انا ملي شفت هذاك المنظر طحت في الارض وبديت كنغوت. وملي عاودت نوضت وعاودت هزيت راسي ما لقيت حتى شي واحد، بحال الا كنت غير كنحلم ولا كنتخايل. تصوروا معايا الباب ديال الخروج تلف عليا، حتى صدقت داخل القسم اخر. والصدمه هي شنو لقيت فيه، كنلقى واحد البنت عريانه وكلها دم كتكتب في واحد الحيط، وهذاك الحيط كيتكتب فيه في الدم. كانت كتخنزر فيا بحال الا ما حملانيش نكون تمات جايه لجهتي وكتقرب، وحتى المشيه ديالها كانت في شي شكل. كانت كتقرب مني وهي حانيه. فهاديك اللحظه غوت وخرجت من تما كنجري، وليت غير هاربه وما عرفاش فين نمشي، حتى وصلت لدار هذيك المراه. وملي حليت الباب لقيتها واقفه ومجمعه مع دوك العيالات. قلت لها علاش خليتيني بوحدي في هذيك المدرسه؟ قالت لي انت اللي كنتي باغيه تشوفيها وخليتك في راحتك. قلت لها شوف هذاك الشيء اللي شفتو في المدرسه ميمكنش تكذبيني وميمكنش نكون كنتخايل. قالت لي شنو شفتي؟ بديت كنعاود ليها بالتفاصيل. هذوك العيالات اللي كانوا معاها كيشوفوا فيا واحد الشوفه ديال الحقد، بحال الا كانوا باغيين يقتلوني. انا كنعاود هذاك الشيء اللي شفت وكل كنترعد. قلت لي افك اذا ما قولي لي شنو هادشي اللي كيوقع هنا راه ما بقيتش قادره نصبر، وانا اصلا راني سامع على الدوار وعارف هادشي اللي كيطرا فيها. قلت لي شنو سامعه؟ قلت لي راه سمعت واحد البنت انتحرت هنا وما عرفوش السبب. خرجت في عينيها وقلت لي بصح كانت واحد البنت هنا وانتحرت. بغيتي تعرفي قصتها؟ هي اصلا كانت ممسوسه وعندها الجل عاشق، هو سببها في هذاك الشيء اللي وقع ليها. وهذاك الشيء علاش تلاحت من واحد الجبل وانتحرت. هنا ما كاين لا جنون لا والو، انت غير كتخربقي. يمكن العيا هو اللي دار لك هذا الشيء. بقات كتغمق عليا بالهضره. قلت لها شوفي هذاك الشيء اللي شفت اليوم بعينيا ما غاديش نسكت عليه. طلعت وبديت كنجمع في حوايجي والتليفون عندي مديسارجي تقريبا. بغيت غير نصوني على صحاباتي ونعاود اليوم هادشي اللي طرا. تميت نازله وجرى الشنطه ديالي. قلت لي فين غادا؟ قلت لي غادا في حالي وبلا ما تشديني. قلت لي صافي باغيه تمشي؟ قلت لها قلت لي راه الباب قدامك. تميت خارجه وجرى الباليزه ديالي، مع كاين الحجر بزاف تما. تعصبت ولحت هذيك الشنطه وسمحت في والديها. كنت باغي غير نخرج من تما ونمشي في حالي. في الطريق تلاقيت بواحد الراجل اللي كان هو الفقي ديال هذيك الدوار. قال لي مالك بنتي؟ قلت ما ماليش، غير بعدو من عطيوني باتساع. حسيت براسي بحال الا حماقيت، وليت كندخل وكنخرج في الهضره. تميت غادا حتى وصلت لواحد البلاصه شويه حتى كنحس بشي حاجه دخلت فيا وما عرفت شنو هذاك الشيء. وليت كنحس براسي بحال الا ماشي انا اللي متحكمه في الجسد ديالي. تميت راجعه لهذيك دار المراه بلا هوايه، راجعه وكل كنتعوج في الطريق. بقيت هكاك حتى لقيت راسي دخلت لدار هذيك المراه. حتى دخلت لتماك عاد وعيت براسي. كتبان لي هي واقفه وشاده واحد العصا. هذيك العصا رابطه فيها مونيكا. هذيك المونيكا كامله مخسره وملويه عليها شي شراوط كحلين. وهاد المره لقيت بزاف ديال العيالات معاها، ترى من هادوك اللي كانوا المره اللي فاتت. وكيف العاده كاملين لابسين الابيض، وانا جالسه وسط منهم وكنقول لها شنو هادشي، اش واقع هنا؟ قالت لي جيتي برجليك حتى لعندي، حتى شي واحد ما قالك اجي؟ قلت لها انا غير باغي نمشي في حالي بعدي مني. قالت لي جلسي وسكتي ما عندك فين تمشي. هي قلت لي من هنا لواحد اليومين غيكون واحد العرس وغادي تحضري ليه. حركت راسي وقالت لي هاد العرس غيكون ديالك. انا خفت منها وليت كامله كنترعد. جابت لي واحد الخرقه بيضه وكامله مطبوعه بالكحل. قلت لي لبسي هذا. قلت لها لا ما غنلبسوش. خرجت فيا عينيها حتى صيفتها تبدلات وما بقاتش كيفاش كانت. غوتت بواحد الصوت غليظ وقالت لي
يا قلت لك لبسي هذا. صوتها ولا بحال كي راجل، وحتى وجهها تبدل عليا. انا بالخلعه لبست هذاك الشيء. هذوك العيالات بقاو كيدوروا بيا وكيضربوه في البنادر، وكانوا كيغنيو واحد الاغاني اللي في شكل ما عمرني ما سمعتهم، وكانوا كيخلعوا. انا بقيت كنرغبها وكنقول ليها خلينا غير نمشي في حالي. ما بقيتش باغي نقري هنا، غير بعدي مني، عمرك غتشوفيني عاود تاني. بدات كترتقى في صباعها وهي تقول حمو اجي. ما غادي نتلفت بلي واحد الراجل اللي ما عمرني ما شفت في حالو، راجل في شكل غير شفتو بديت كلي كنترعد. كنت كنحس براسي غادا نغيب. تزيرت بزاف، كان طويل وسمر وعينيه خارجين بزاف لدرجة انهم فالتين بلاصتهم، وسنانو فيهم بزاف ديال الفراغات. صورتو خايبة بزاف، واخا انايا ما نوصف ليكم ما غنعرفش. بقيت كنشوف فيه وكنقول ميمكنش هادي يكون بنادم. شوية شفت رجعة رجليه كنلقاهم ماشي ديال بنادم ولكن ديال المعزة. وحتى هادوك العيالات اللي كانوا دايرين بينا، حتى هما ملي شفت في رجليهم ما لقيتهمش ديال بنادم، كانوا الفراقش وكيبانوا مزخبين، الا الرجلين ديال هذيك خدوش اللي كانوا كيبانوا عاديين. بديت كنقول ليها شكون هذا، شنو بغيتي ديري ليا؟ قالت لي ارا يديك. قلت لها لا ما غنعطيكش يدي. بدات كتجابد معايا حتى جراتو وما عرفتش شنو طلعت ليا فيها. حطات يدو هو فوق مني ولوات علينا واحد الخرقه. انا ملي قاسني بيديه وليت كلي كنترعد وكنبيبري بحال الا ضربني الضو، حتى من سناني كيتقرقبوا. هذاك الشيء اللي داز صعيب بزاف وما عمرني في حياتي غادي ننساه. قلت لها شنو كديري؟ قالت لي اليوم غنزوجك لولدنا. بديت كنغوت بحال رجعتي. هذاك اللي كان حدايا ملي كيحاول يقيسني كنغمض عينيا، قلبي كيبغي يخرج من بلاصتو. كنبدا نقرا القران ولكن حتى شي حاجه ما كتبدل. ما حدي كنقرا والايات كيتلفوا ليا وكيتخارقوا بيناتهم. كنقول في ايه الكرسي حتى كنقز للفاتحه شويه الاخلاص. ما بقيت عارفه شنو كنقول. انا كنغوت هما مازال كيدوروا بيا وكيغنيو. كانوا حاطين واحد البورمه كبيره من فوق العافيه والكشاكش ديالها خارجين. ملي كتهز بالغرفه وكتشوف هذاك الشيء اللي كتحرك كيبان لي هذاك الشيء كيعيف. في واحد اللحظه حتى كيبان لي الباب ديال برا تحل. بقيت كنشوف شكون اللي داخل، حتى بان لي هذاك الراجل الفقي ديال القبيله دخل، هز التسبيح ديالو في يدو وكيقرا القران. انا ملي شفتو كنحس براسي تفاجئت. كيقرا في القران شويه وهي تلفت ليه هذيك خدوج وبدات كتقول له اسكت اسكت. كتغوت بواحد الصوت الغليظ وهما كاملين سدين ودنيهم. وحتى هذاك اللي كان رابط يدو بيديه انتر يدو مني ودارها على ودنيه، وهما كيشوفوا فيه مخنزرين فيه وهو كيكمل في القرايه ديالو. هذيك خدوج كانت كتكنزز على سنانها اللي كانوا كاملين كحلين. كنت كنحس بيها كتعذب بحال الا كتحرق من الداخل، ومازال كتغوت وكتقول ليه اسكت. شويه حتى ناضت وشنقات عليه، والاخرين مازال سادين ودنيهم. هو حاط يدو على راسها وبدا كيقرا شويه وهي تبعد عليه، والاخرين بداو كيغوتوا. في واحد اللحظه ملي هزيت راسي وتلفت ما بقيت لقيت حتى شي واحد حدايا من غير هذيك خدوج، لقيت غير حوايجهم. هذاك الفقي كمل ومازال كيقرا وكيقول لهم اش بغيتو عند البنت، جات تقري لكم غير ولادكم. شويه حتى طاحت هذيك خدوج. هنا قلت له شنو واقع، قول لي شنو كاين. قال لي واش انت فهاد الدوار كامل ما لقيت حتى شي دار تسكني فيها من غير هادي؟ قلت له انا ما عرفاش اصلا ويلاه جيت، وانا ماشي بنت هاد البلاصه، راه تلاقيت بواحد السيد هو اللي جابني لهنا حيت انا معلمه جديده وغنقري في المدرسه. وبقى كيوصف ليا في هذاك السيد وقال لي راه بيض وقصر شويه وداير اللحيه. قلت له هو هذاك. قال لي هذاك غير على الخدام ديالها. قلت له راه مازال ما فهمتش. قال لي هذه راه اكبر سحاره ومشعوذه في هاد الدوار، كلشي كيخاف منها، دايره يديها في يد الجن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لي اي وحده جات
كدير ليها نفس الحالة. شحال من وحدة حماقت، حتى هذيك البنت اللي كانت انتحرات حتى هي ما كانتش بنت هاد الدوار، دارت ليها نفس الحاجة وزوجتها به صحة. وهذاك الشيء علاش البنت انتحرات. شديت فيه وقلت له ها هي فاقت، بقات كتشوف فيا وكتخنزر وكتقول لي ما غاديش تبقى فيك. رجع هو كيقرا القرآن حتى ناضت ومشات في حالتها. نط كنطلع عليها ما بانتش عليا نهائيا، غبر ليها الاثار. قلت له عافاك اذا ما وصلني نمشي في حالتي. قال لي دابا الليل اجي باتي معنا هاد الليله، وراه كاين غير انا ووليداتي وغدا غادي نوصلك. مشيت معاه للدار وبقى كيعاود ليا على البنات اللي سبقوني وجاو هنا. قال لي واش ما لاحظتيش بلي هذيك الدار جات معزوله علينا وقليل اللي كيدوز من حداها واللي كيوصل ليها. قلت له لاحظت هاد الشيء، حيت ملي جيت لتماك ما بانوش ليا الناس. ملي سولتها قالت لي بلي الناس ديال الدوار شادين تيقرهم وما كيخرجوش. قال لي هذيك الدار راها ملعونه، والناس ديال الدوار فيما كيسمعوا بلي شي معلمه جديده جايه كيخافوا على راسهم. هذاك الشيء علاش كتشوف فيهم ما كيخرجوش بزاف، حيت عارفينها غدير شي مصيبه. هذيك الليله ما دانيش النعاس، بقيت غير جالسه حتى اصبح الصباح وقلت له عافاك اذا ما نوض وصلني. وهذاك الشيء اللي كان. خرجني للشارع وخديت طاكسي ورجعت لدارنا. عاودت لماما والبنات هذاك الشيء اللي وقع ليا وكلهم تخلعوا عليا. الوالده ديالي مشات جابت لي واحد الراقي، قالت لي لا تكوني تقاسيتي ولا شي حاجه. عيطات على هذاك الراقي وجا قرا عليا ولكن ما طحت ما والو. وقال ليها الحمد لله ما عندها حتى شي حاجه. قال ليها ربي يحفظها ملي جا داك الراجل واعتقها، اما كنت زوجت به اش جاب ما يفكها. صافي الغد ليه مشيت لعند المدير وقلت له اسمح لي ولكن ما نقدرش نبقى في هذيك البلاصه اللي عينتوني فيها. سولني علاش وشنو السبب، ما قدرتش نقول له هذاك الشيء اللي طرا، حيت بطبيعه الحال ما غاديش يثق بيا. قلت له غير الوالده عندي عيانه شويه وما قدرتش نخليها بوحدها، بغيت شي بلاصه اللي تكون قريبه ليا نبقى نمشي ونجي لعندها باش نشوفها. اذا ما كانت هاد البلاصه ما غاداش نقدر نخدم. وصدق دري في هذاك المدير وتعاون معايا. المهم دازت هذيك 4 ايام تقريبا وهو يعيط ليا ويقول لي راه جاك تعيين جديد في اسفي. فرحت وقلت على الاقل اسفي بعدا راه مدينه وفيها الناس وفيها الحوانت. المهم كتبقى مدينه ومعروفه، ماشي بحال هذاك الدوار المعزول اللي مشيت له. صافي وهداك الشيء اللي كان، وحتى لدابا راني مازال خدامه في اسفي. وهادشي اللي عاودت ليكم طرا ليا تقريبا عامين هادي، والصراحه ما عمرني ما عاودت شفت شي حاجه من مورا هذاك الشيء اللي طرا ليا في هذاك الدوار. يمكن كانت دايره ليا شي سحر ديال الهلوسه عليا كنت كنشوف هذاك الشيء، ولكن الحمد لله ملي تفكيت وخرجت على خير وما تبعنيش هذاك الشيء. كاين بزاف ديال الناس اللي عاودت لهم هاد القصه وما تاقوش بيا، وبطبيعه الحال ما غاديش نلومكم حيت هادشي صعيب يتيقوا الواحد ولا يدخل ليه الراس. ولكن كنقسم لكم بالله بلي هاد القصه حقيقيه وانا اللي عشتها وعشت التفاصيل ديالها وكاع التجارب اللي فيها. المهم الاخوان هذه هي النهايه ديال القصه. المهم اللي شاف الفيديو يخلي لايك وشي تعليق محفز، واللي مازال ما مشترك في القناه ينزل ويشترك دابا. والمهم الاخوان تلاقوا في القصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.